عمر ما حد جبر خاطري، انا عايز اموت. مش هقول اسمك، مش هقول اسمك عشان اهلك لو سمعوا اسمك هيزعلوا جدا منك. انا مش عارف هي ايه قصدها ايه. ما هو جبر الخاطر اللي انت منتظراه؟ ايه هو جبر الخاطر؟ حد يديك فلوس، ولا يجيب لك هدوم، ولا يوكلك؟ لا قلتي ظروفك ايه ولا سنك ايه عشان ارد عليك. خلي بالك ان في حاجة مهمة جدا برضو جايز تكوني مش واخدة بالك منها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. مش دي اللي عايز اقولها، عكسها. عكسها ولئن شكرتم لأزيدنكم. بص العكس بقى، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عكس الشكر يا بنتي الكفر. انت يعني اكيد ربنا انعم عليكي بحاجات كتير. يعني ايه عايزه اموت؟ يعني ايه؟ طب مش عايزه تبقى ليكي عيال؟ طب مش جايز تتجوزي مليونير؟ جايز وتبقي اسعد واحده في الدنيا. بلاش الدنيا السودة دي والنضاره السودة اللي هنلبسها ونشوف الدنيا سودة بيها. ليه؟ ليه؟ الدنيا من ده على ده. الملائكه بيقولوا لربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لهم اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تخيلي يا بنتي ربنا ما اعترضش. تخيلي ما اعترضش، ما قال لهمش انتوا غلطانين يا ملائكه. قال اني اعلم ما لا تعلمون. ده هم بيقروا حقيقه. قال لا، اني اعلم ما لا تعلمون. الدنيا من ده على ده. النهارده مش حلو، الله يعلم بكره هيبقى ايه. انا عندي مريض هجيبهولك، ابعتي لي تليفونك هبعتلك العيان يقول لك كانت ظروفه ايه وبقى ايه. والله العظيم بكره ما نعرفش ايه اللي هيحصل. بكره مش معروف ايه اللي هيحصل. ده علم الله والغيب